الحاجة كاملة اللي في الصورة دي كانت قاعدة في بيتها واتفاجئت بحد بيخبط على بابها، وساعتها هي راحت فتحت الباب ويا ريتها ما فتحته. بعد ما الحاجة كاملة فتحت الباب ده بساعات، في حد راح لها البيت على الساعة 8 بالليل تقريبا واتفاجئ بكارثة مرعبة. صحيح انه لقيها نايمة على سريرها ومتغطية وفي وضع عادي جدا، لكن الغريب بقى ان نور الشقة كله كان مقفول، والمرعب انه لما قرب منها عشان يصحيها اتفاجئ ان وشها وجسمها مليانين علامات بتأكد ان في حد تعدى عليها. وطبعا مش محتاج اقولك ان الحاجة كاملة وقتها كانت الله يرحمها، وعلى طول وقتها وصل بلاغ للشرطة اللي حضرت فورا وبدأت تحقيقاتها اللي كشفت عن تفاصيل مرعبة بكل معنى الكلمة. بس ورا التفاصيل دي في درس كبير لازم نفهمه، وده عشان حكايتها ما تتكررش مع اي حد فينا. طيب هي مين الحاجة كاملة بقى وايه اللي حصل بالظبط؟ صلى على النبي وخليك معايا وهتعرف كل حاجة حالا. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حلقة النهاردة أحداثها بتدور يوم السبت الموافق 28/12/2024، ومكان الأحداث هي منطقة بولاق الدكرور التابعة لمحافظة الجيزة. وعشان نفهم اللي حصل بالظبط تعالى الأول نعرف الشخصيات. الشخصية الأولى والرئيسية معانا النهاردة هتكون هي السيدة اللي في الصورة واسمها الحاجة كاملة. والحاجة كاملة تبقى سيدة عندها 88 سنة تقريبا، كانت شغالة موظفة في جهة حكومية وطلع على المعاش، ومقيمة في شقتها الموجودة في الدور الأول من عقار قديم موجود في منطقة بولاق الدكرور محافظة الجيزة. والحاجة كاملة على فكرة قديمة في المنطقة ومقيمة في الشقة دي من سنة 1985، يعني تقريبا كده من 40 سنة. وكانت مقيمة في الشقة دي لوحدها من وقت ما ابنها الوحيد اتجوز في سنة 2007، وسكن في مدينة الشروق اللي بتبعد عن بولاق الدكرور 65 كيلومتر تقريبا. بس برضه ابنها كان بيعدي عليها كل يومين يجيب لها طلباتها ويطمن عليها، ويفضل بايت معاها في الشقة لحد تاني يوم، وبعدها يروح على شغله، ومن شغله على بيته ويرجع لها بعد يومين، والدنيا كانت ماشية على كده. ده غير طبعا انه كان بيتصل عليها كل يوم ويطمن عليها. وبالنسبة للحالة المادية بتاعتها فهي حالتها كانت كويسة، وده لانها بتقبض معاش 12,000 جنيه تقريبا، ده غير المدخرات بتاعتها اللي محوشاها عندها في البيت. وللأسف لأن الحاجة كاملة على نياتها وما تعرفش إن مش كل الناس اللي حوالينا كويسين، فهي كانت معرفة جيرانها إنها بتقبض معاش عالي، وكان من ضمن أعمال الخير اللي بتعملها إنها لما بتشوف حد محتاج فلوس بتسلفه. ده غير كمان إنها أقدم واحدة ساكنة في العقار ده، وكانت بتلم الإيجار من باقي السكان وتديه للمالك، وده كان سبب إضافي يخلي فيه تعامل أو كلام مستمر بينها وبين باقي السكان. ولحد هنا كده احنا عرفنا هي مين الحاجة كاملة وإيه وضعها قبل ما تحصل الكارثة. تعال بقى نشوف هي ايه الكارثة اللي حصلت. في يوم السبت الموافق 28/12/2024 وبالظبط الساعة 1 منتصف الليل، الحاجة كاملة كانت قاعدة في بيتها وقتها واتفاجئت بحد بيخبط على بابها. وساعتها هي قربت من الباب وسألت هو مين اللي بيخبط، فرد عليها اللي بيخبط وقال لها أنا فتحي. وفتحي ده يبقى هو الشخصية التانية معانا النهاردة. وباختصار كده فتحي يبقى شاب عنده 20 سنة تقريبا، وبعض المصادر بتقول 22 سنة، ويبقى واحد من جيران الحاجة كاملة وساكن مع أهله في الدور الثالث من نفس العقار، وتحديدا هو ساكن مع والدته وأخوه في الشقة دي. والمفروض إنهم كانوا ساكنين الأول في منطقة قريبة من بولاق اسمها بشتيل، وسابوا المنطقة دي وجم قعدوا في العقار اللي فيه الحاجة كاملة ده من 3 سنين تقريبا. بس في الآخر سابوا العقار ده ورجعوا لمنطقة بشتيل مرة تانية قبل ما يجي فتحي يخبط على باب الحاجة كاملة من أسبوع تقريبا. يعني المفروض إنه في الوقت ده هو خلاص ساب الشقة وما بقاش جارها. فإيه بقى اللي خلاه جه دلوقتي؟ تعال نكمل وهنعرف. احنا قلنا ان فتحي خبط على باب الحاجة كاملة، وهي وقتها قربت من الباب وسألت هو مين اللي بيخبط، فقال لها يا حاجة انا فتحي جارك اللي في الدور الثالث. وفعلا الحاجة وقتها فتحت له الباب، وخلال دقايق كان في كارثة كبيرة حصلت في شقة الحاجة كاملة. واللي اكتشف الكارثة دي كان هو ابنها محمد ابن الحاجة كاملة. في اليوم ده كان شغال على طريق صحراوي، وقرر وقتها انه يخلص الشغل بتاعه ويروح لوالدته يبات معاها. وفعلا هو في اليوم ده خلص الشغل بتاعه وراح لها على البيت، ووصل هناك الساعة 8 بالليل تقريبا، وراح مطلع المفتاح بتاعه وفتح الباب ودخل. وهنا بقى محمد لاحظ أول علامة قلقته، كل النور بتاع الشقة كان مطفي. ودي حاجة غريبة جدا لأنه عارف إن والدته عمرها ما قفلت النور بالشكل ده. وبدأ وقتها محمد إنه ينادي على والدته، لكن للأسف ما كانش فيه أي رد منها. وساعتها هو فتح النور وبدأ إنه يدور عليها في الشقة، ولقيها وقتها نايمة على السرير بتاعها على جنبها ومتغطية. وبرضه نادى عليها وقتها تاني عشان تصحى، لكن هي ما اتحركتش ولا ردت عليه. راح وقتها مقرب منها وشاف تاني علامة أكدت له إن في مصيبة حصلت. الحاجة كاملة كان في إصابات كتير على وشها وفي مناطق مختلفة منها، وحاول وقتها ابنها محمد إنه يفوقها،
لكن للأسف لا حياة لمن تنادي. وعرف وقتها محمد إن والدته خلاص الله يرحمها، وإنها تعرضت لاعتداء واضح من العلامات اللي عليها، وإن سبب وفاتها جنائي. والراجل ما قدرش يتمالك أعصابه وقتها، وقعد وفضل يعيط، وكلم ابن خالته وخاله وقال لهم على الوضع اللي هو فيه. وعرف وقتها حد تاني من جيرانهم قريب منهم، وبدأ إنه يدور في الشقة عشان يشوف لو في حاجة ناقصة منها. وفعلا لقي وقتها إن الفلوس اللي والدته بتشيلها دايما في علبة في الدولاب مش موجودة. وراح وقتها مسك تليفونه واتصل بالشرطة، وفعلا وصل بلاغ بالواقعة لاسم شرطة بولاق الدكرور يوم السبت 28/12/2024 الساعة 8 أو 9 بالليل. واتحركت وقتها فورا قوة أمنية على مكان الواقعة اللي هي شقة الحاجة كاملة، وتم وقتها التحفظ على المكان واختار النيابة العامة وكمان الأدلة الجنائية عشان يبعتوا خبراء يعينوا المكان ويرفعوا البصمات والأدلة. وطبعا من اللحظة دي كده الشرطة استلمت ملف القضية، وبدأوا أول حاجة باستجواب ابنها اللي قال لهم على كل التفاصيل اللي عرفناها، وسألوه عن آخر مرة زارها قبل الزيارة اللي اكتشف فيها الواقعة. فقال لهم إن آخر مرة زارها كان يوم التلات اللي فات، بس قال لهم برضو إن لسه متصل عليها امبارح الجمعة الساعة 9 بالليل وكانت بتكلمه عادي وما قالتلوش على أي مشكلة. وسألوه هل في خلافات بينها وبين حد من السكان أو الجيران أو أي حد بشكل عام، فرد عليهم إنها ملهاش أي خلافات مع حد خالص. طيب مين اللي كان بيقوم بأعمال البيت عندها ومين اللي كان بيجيب لها طلباتها؟ فقال لهم أنا اللي كنت بعمل كل ده، وأكد لهم إن مفيش أي حد بيدخل الشقة غيره. وقال إنها كانت تقريبا شايلة في الدولاب مبلغ 43,000 جنيه في علبة زرقاء، وإن المبلغ ده اختفى. وطبعا ده يحطنا قدام سيناريو إن الجريمة دي تمت بدافع السرقة. بس الغريب إن تحريات المباحث بتقول إن كان في دهب في البيت، وإن اللي دخل خد الفلوس دي ما خدش الدهب. لكن عموما هو كده خلاصة الكلام بتاع ابنها، إنه مش شاكك في حد معين، وإن مفيش حد كان بيدخل شقة الحاجة كاملة بشكل عام. وكلامه ما انتهاش على كده، الراجل قال على ملاحظة في غاية الأهمية، وهي إنه لقي سجادة جوه الشقة عندها مش بتاعتهم. ولما سأل الناس هناك عن السجادة دي قالوا له إنها بتاعت الناس اللي كانوا ساكنين في الدور الثالث ولسه ناقلين من أسبوع. وقال برضه إنه لما كان عندها آخر مرة السجادة دي ما كانتش موجودة. وطبعا النقطة دي لفتت انتباه جهات التحقيق جدا. ده غير كمان انهم لقيوا تيشيرت خاص بشاب موجود في شنطة من الشنط جوه الشقة. وعموما تم بعد كده عمل باقي التحريات، سواء مراجعة كاميرات المراقبة او سؤال شهود العيان، ويتضح انه فعلا واحد من سكان الدور الثالث اللي سايبين سجادتهم تحت عند الحاجة كاملة. وبالتحديد اكتر اتضح انه فتحي اللي عنده 20 او 22 سنة اللي كان بيخبط على باب الحاجة كاملة الساعة 1 بالليل. وعلى فكرة هم وصلوا للنتيجة دي خلال اقل من 48 ساعة. وفورا بدأت أجهزة الأمن تتحرك وتم القبض على فتحي من بيته اللي في منطقة بشتيل يوم الحد 29/12/2024. وطبعا تم اقتياده للقسم وبدأوا معاه التحقيقات. وعايز أقولك إن من خلال بس المعاينة الظاهرية لفتحي كان ظاهر عليه عدد من الخدوش والكدمات في مناطق متفرقة منه. وطبعا الخدوش والعلامات دي كانت أكبر دليل إنه ارتكب الجريمة وإن المجني عليها حاولت تدافع عن نفسها. وبما إن كل الأدلة بتدين فتحي فهو ما كانش عنده أي فرصة إنه ينكر، وبدأ بقى يحكي كل حاجة زي ما حصلت بالظبط. وقال إن اللي حصل إنهم كانوا مأجرين شقة في الدور الثالث من العقار اللي ساكنة فيه الحاجة كاملة، وإنهم نقلوا من العقار ده من 10 أيام تقريبا ورجعوا لمنطقتهم الأصلية اللي هي بشتيل. بس وهم بينقلوا حاجتهم نسيوا في الحوش بتاع العقار ده سجادتين. وقال انهم وقتها كلموا صاحب العقار ده وقالوا له انهم نسيوا سجادتين في الحوش وانه يخلي باله منهم لحد ما يرجعوا ياخدوهم. وقال ان الموضوع كان عادي يعني وما كانش فيه اي حاجة في باله وقتها. ولحد ما بعدها بكام يوم كده وتحديدا يوم الجمعة الموافق 27/12/2024 بالليل، فتحي خد بعضه وراح لشارع الكهرباء الموجود في منطقة بولاق عشان يشتري تذكرة بودرة. ونزل وقتها جاب تذكرة البودرة دي فعلا ولفها على سجارة وشربها. ولقي نفسه وقتها بعد ما لفها على السيجارة وشربها إن مفيش معاه أي فلوس، وإن الفلوس اللي معاه ممكن بالعافية تروحوا بشتيل وممكن كمان ما تكونش كفاية. وفي الوقت ده بقى جات له فكرة مفيش أسوأ منها. هو افتكر الكلام اللي كان بيتقال عن الحاجة كاملة اللي في الدور الأول، وإنها بتقبض معاش كبير وبتسلف الناس، وإنها محوشة مبلغ كبير في شقتها. وفي نفس الوقت هو طبعا عارف إنها ساكنة في الشقة دي لوحدها. فقال بس خلاص أنا كده عرفت هجيب الفلوس منين. وراح واخد بعضه وقتها وطلع على شقة الحاجة كاملة. وفي الوقت ده كان يوم السبت خلاص دخل، وبالظبط الساعة 1 منتصف الليل، وراح لشقة الحاجة كاملة وبدأ إنه يخبط على الباب بإيده. وقتها الحاجة سألت من جوه مين اللي بيخبط، فقال لها أنا فتحي يا حاجة اللي كنت ساكن في الدور الثالث. فقالت له عايز إيه يا فتحي؟ فرد فتحي وقال لها إنه عايز يحط السجادتين بتوعهم جوه لحد ما يجيب تروسيكل ويجي ياخدهم، وده عشان ما يتسرقوش من المدخل بتاع العقار. وساعتها الحاجة كاملة قالت له ماشي يا فتحي،
وفتحت له الباب وقالت له دخل السجاد ده جوه في أوضة الضيوف. وقال إن وقتها خد أول سجادة ودخل بيها فعلا، وفضل يبص بعينه يمين وشمال كده إيه اللي ممكن ياخده منها. وفي الوقت ده عينه وقعت على 600 جنيه كانوا موجودين عندها على الكوميدينو جوه، وراح خارج بعدها من الباب عشان يجيب السجادة التانية، ودخل بيها مرة تانية عشان يحطها جنب السجادة الأولى. وبعدها عمل نفسه هيخرج من الباب، وأول ما وصل جنب الحاجة كاملة راح فورا ماسكها وحط إيده الشمال على رقبتها وإيده اليمين على بقها، وقال إنها فضلت تقاوم وقتها وحاولت إنها تخربش فيه وحاولت إنها تزعق وتصوت، لكن هو كان كاتم بقها، وقام على طول ساحبها الأوضة جوه في الشقة ووقعها على الأرض، ونزل بعدها بالبوكسات في وشها وفي كل جسمها لحد ما اتأكد إنها قطعت النفس خالص. وقال بقى إن في الوقت ده هو اتفاجئ إن التيشيرت اللي كان لابسه اتقطع، وإن كمان الهدوم بتاعتها اتقطعت. راح مقلعها الجلابية اللي كانت لابساها وطلع عباية بني من الدولاب وقام ملبسها لها، وراح واخدها وداخل بيها على أوضة النوم وحطها على السرير وغطاها، وده عشان لو حد جو شافها يفتكرها نايمة عادي. وقال إنه بعدها راح فاتح الدولاب بتاعها عشان يدور على الفلوس اللي معاها، وشاف وقتها علبة زرقاء، فتحها ولقي جواها 10,000 جنيه. راح واخدهم وخد كمان 600 جنيه اللي كانوا على الكوميدينو، وقام قلع التيشيرت بتاعه اللي اتقطع ده وشاله في شنطة سودا موجودة في الشقة، وبعدها قفل كل أنوار الشقة ونزل من البيت عادي ومحدش خد باله منه. لكن نسي الشنطة اللي فيها التيشيرت دي جوه، وتم العثور عليها في التحريات زي ما عرفنا. وبعد ما فتحي طلع من عندها راح لشارع الكهرباء مرة تانية وركب من هناك توك توك، والتوك توك ده خده على منطقة ناهية واشترى لبس من هناك وغير هدومه وركب مواصلة لمنطقة بشتيل اللي هو ساكن فيها. وبعد ما وصل بشتيل ومعاه الفلوس دي طلع على منطقة تانية هناك اسمها منطقة لعبة، واشترى من هناك 20 تذكرة بودرة، سعر التذكرة الواحدة 100 جنيه يعني صرف 2000 جنيه تقريبا. وطلبت معاه بعدها بقى انه يطلع على اسكندرية يروق على نفسه. وفعلا في الوقت ده طلع على الطريق الصحراوي وركب من هناك ميكروباص رايح اسكندرية. وسبحان الله ما قعدش هناك يوم واحد واتمسك من مباحث اسم العامرية في اسكندرية، وقال انه اتمسك هناك عشان مش معاه بطاقة تحقيق شخصية، وكمان اتعمل له محضر سلاح ابيض. وقال كمان ان تم اخلاء سبيله بعدها ورجع على بيتهم مرة تانية في بشتيل، وقعد في البيت يوم واحد او اقل لحد ما اتفاجئ يوم الحد 29/12/2024 بالشرطة جاية تقبض عليه من البيت، وطبعا احنا عارفين الباقي. خلال التحقيقات دي فتحي قال كمان انه مدمن من 5 سنين تقريبا، وانه عاطل عن العمل بقاله 3 شهور، وان ده عامل له ازمة مالية كبيرة. وقال برضه انه ما كانش قاصد يخلص عليها، وانه كان عايز يسرقها ويهرب، لكن اتفاجئ بيها بتقاومه فاضطر انه يعمل كده. واكد كذا مرة على نقطة انه بس كان عايز يشتري بودرة، وكأن ده سبب يخلينا نتعاطف معاه مثلا. وطبعا بعد كل الاعترافات دي جهات التحقيق خدت فتحي وطلعت بيه على مسرح الجريمة وأعاد تمثيلها زي ما عملها بالظبط. وبعدها تم حبسه على ذمة التحقيقات 4 أيام، وبعدها اتجدد له 15 يوم تاني، وبعدها اتحول للمحاكمة الجنائية. وتم عمل أولى جلسات محاكمته يوم الاثنين 22/4/2025 في محكمة جنايات الجيزة. في الجلسة دي فتحي كان قاعد في المحكمة في قفص الاتهام، وشه قافل ومضلم على حسب كلام اللي شافوه. وبدأ ممثل النيابة العامة إنه يستعرض وقائع الجريمة، وابن المجني عليها اللي هي الحاجة كاملة كان قاعد في قاعة المحكمة، والمشهد كله بيتعاد قدامه مرة تانية، وكان بيحاول إنه يتماسك قدام التفاصيل دي. وطبعا قدام جريمة واضحة وصعبة بالشكل ده فالقضية ما خدتش أكتر من جلسة واحدة، وتم الحكم على المتهم اللي هو فتحي من الجلسة الأولى بإحالة أوراقه لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في قدامه، وبكده يتقفل ملف القضية. من أقوى الدروس اللي في القضية دي إنك ما تتكلمش قدام ناس ما تعرفهاش عن اللي معاك. غلطة الحاجة كاملة إنها للأسف كانت معرفة كل جيرانها إنها بتقبض معاش عالي وإن معاها فلوس كويسة، وكانت دي هي الغلطة اللي دفعت تمنها على إيد شخص ما ينفعش نقول عليه بني آدم زي فتحي. وكمان نتعلم منها إننا لما نكون في البيت لوحدنا ما نفتحش الباب لأي حد غريب بيخبط، خصوصا لما يكون بيخبط في وقت متأخر زي ما فتحي كان بيخبط الساعة 1 بالليل كده والحاجة كاملة فتحت له. وكمان نتعلم منها إن دي دايما بتكون نهاية طريق المخدرات بكل أنواعها. يا ريت بقى لو وصلت لهنا ضروري تدعي للحاجة كاملة في التعليقات بالرحمة ولابنها وأهلها بالصبر، وما تنساش اللايك بتاعك لو استفدت من حلقة النهاردة وحابب إنها توصل لغيرك. كان معاكم إسلام الجندي في سندوتشات رعب، ومع السلامة.